أننا لا نريد روسيا في وضع غير محايد ضد أحد أطراف الأزمة، وروسيا تشجع القتال في سوريا فورا، ومن تفسير دمشق وغياب ماهر هو في صراع على الموت بعد قتل ساقيه الاثنين بسبب تفسير الكبير اللي حصل في غرفة الاجتماعات الصغيرة وموت القيادات العسكرية الأمنية. الوضع صار في تدهور سريع خطير جدا. روسيا تريد معالجة سريعة لأزمة سوريا، ولنا كلام مع المعارضة والحكومة للتعاون معنا وإلقاء السلاح. من رسائل إلى بغداد. نحن نزور العراق ليس لأول مرة، ولكن هذه الزيارة يعني تكتسب بأهمية خاصة، لأنه تم اللقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق دكتور نوري المالكي، وأكد له الدعوة الموجهة من قبل الرئيس الروسي الذي هدي فلاديمير بوتين أن يزور موسكو، ويعني حددنا الموقف مناسب لكلا الطرفين، وإن شاء الله في عاجل قريب سيزور سيد نوري المالكي روسيا.